إن من النعم التي فيها وننعم فيها نحن في هذا الدين العظيم، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، ثم ما نحن عليه من اتباع منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح الذي تقوم عليه هذه البلاد بعلمائها وحكامها وأهلها. فعلماؤنا بحمد الله علماء سنة لا علماء بدعة، وولاة أمرنا يقومون على هذا النهج، ولذلك هو مقرر في مدارسنا من التعليم الابتدائي إلى التعليم الجامعي. وانظروا، فليس في بلادنا قبور تعبد ولا أولياء يدعون من دون الله، ولا تقام شعائر البدعة من الاحتفالات الدينية البدعية كبدعة ما يسمى بعيد المولد النبوي الذي لا تكاد بلاد إسلامية إلا وهو يقام فيها. ولا شك أن هذا بسبب الجهل بالسنة وظهور البدع في تلك البلاد، وأما نحن فليس هذا عندنا ولله الحمد. أيها المسلمون، وإن من المواقف التي نذكرها ونحمد الله تعالى عليها ما قام به ولي عهد هذه البلاد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قبل فترة، حيث كان هناك اجتماع في دولة الهند حضره عدد كبير من رؤساء دول العالم، وكان من ضمن البروتوكولات في الاجتماع زيارة قبر رئيس الهند الهالك غاندي أجلكم الله، الذي يعتبر الزعيم الروحي للهند. وقد امتنع الأمير محمد بن سلمان حفظه الله من تلك الزيارة والوقوف على قبر هذا المشرك، لأن ذلك مخالف لشريعتنا، فجزاه الله خيرا. وأيضا فإن الأمير خالدا الفيصل أمير مكة ومستشار خادم الحرمين قد قام بعمل جليل قبل مدة ليست بالبعيدة، حيث بلغه أن هناك شجرة سدر في ديار بني سعد شرق مدينة الطائف كانت تمارس عندها شركيات وبدع من بعض المعتمرين من جنسيات مختلفة، فأمر بإزالتها قطعا لدابر الشرك وحماية للتوحيد. ولا شك أن هذا عمل جليل وخدمة للسنة، فجزاه الله خيرا. أيها المسلمون، ومن النعم التي عندنا وجود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ولم تزل دولتنا على تعاقب حكامها يولونها الاهتمام الكبير ويتسابقون على خدمة المسجدين الشريفين وعلى خدمة الزوار والعمار والحجاج. وكم توالت التوسعات العظيمة التي صرفت فيها الملايين على البناء والتنظيف والتنظيم لأطهر البقاع. ومن توفيق الله لنا في هذه البلاد الأمن الذي نرفل به ولله الحمد، وقل أن يوجد في بلد على مستوى العالم. ومن نظر بعين البصيرة فيما حولنا وفي دول العالم عرف ذلك، وهذا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بفضل التوحيد القائم في هذا البلد وما عليه الناس عندنا من التدين. ونرجو الله أن يحفظ علينا أمننا، وأن يرفع راية التوحيد والسنة ظاهرة أبد الدهر. أيها المسلمون، ومن النعم الوارفة في دولتنا هذا الاقتصاد القوي الذي تتمتع به بلادنا، ولا يوجد في أغنى دول العالم، ومن تأمل عرف. ومن أكبر النعم التي نرفل بها ويغفل عنها كثيرون، خاصة الشباب، الأمن في مجتمعنا، وهذا نعمة عظيمة. قال الله تعالى لقريش والعرب: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله عليهم بالأمن والعيش الرغيد. والله إن هذا عندنا في المملكة حرسها الله، فتأملوا في بلادنا كم هي مترامية الأطراف وواسعة الأرجاء، ومع ذلك فالواحد منا يسافر الأيام والليالي لا يخشى إلا الله عز وجل، أمن على ماله وسيارته وأهله وعلى بيته الذي تركه، فلله الحمد والمنة. ومن النعم الكبيرة عندنا
هذه اللحمة الوطنية بين أبناء بلادنا، حيث تضم عشرات القبائل والأطياف المختلفة والأعراق الكثيرة، ومع ذلك فالوحدة ظاهرة والأخوة موجودة والاحترام متبادل. ولعل من أسباب ذلك بعد منة الله هو ما يقوم به نظام الدولة عندنا من العدل في التعامل والمساواة بين طبقات الناس، فلا تفريق بين شخص وآخر في التعامل في الدوائر الحكومية، سواء في الصحة أو البلديات أو مراكز الأمن، فتجدهم ولله الحمد يتعاملون مع الناس على حد سواء، فلا تفريق بين أبيض أو أسود أو حضري أو بدوي. وما وجد خلاف في ذلك فإنما هي حالات فردية تنسب لفاعلها ولا تنسب لمجتمعنا أو أجهزة الدولة. وأيضا فلو رفع الأمر للمسؤولين الكبار فهم يتعاملون معه بحزم، ومن جرب عرف. أيها المسلمون، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير مما أنعم الله به على بلادنا، فعلينا أن نشكر الله أولا، ثم ندعو الله أن يحفظ علينا نعمه وأن يزيدنا، ثم نشكر القائمين على دولتنا وندعو لهم بظهر الغيب، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ثم نحذر كل الحذر من أعدائنا الذين يريدون زعزعة الأمن وإثارة الفتن بين الناس بعضهم مع بعض أو بين الناس وولاة الأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وآله ومن اكتفى، وبعد. فيا أيها المسلمون، اسمعوا لهذه النصوص النبوية الصحيحة التي قالها أنصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ثم تأملوا واحذروا فإن الحساب قريب، وإن المسألة دين نتدين به. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فهذه النصوص النبوية الشريفة توضح الموقف الصائب من الحكام إن جاروا أو ظلموا أو فعلوا الحرام. وليس معنى هذا ألا نناصح ولاة الأمور، بل النصيحة واجبة لكل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ولكنها تكون بالطرق الشرعية وبالسر وليس بالتشهير والسب والتغييب، فإن هذا لا يرضاه أدنى الناس، فكيف بمن له منزلة ومكانة في المجتمع؟ فيجب أن نتلطف في مناصحتهم والإنكار عليه. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل. ويدل لذلك حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا آذى الذي عليه. صححه الألباني. أيها المسلمون، ومن حب الوطن الحقيقي حفظ مدخراته وأمنه وأمانه، وليس إثارة الفوضى وتكسير المحلات وإزعاج المسلمين في الطرقات وتضييق الشوارع،
فانتبهوا لعلكم ترحمون. وختاما، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، واقمع أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح إمامنا إمام المسلمين واكلأه برعايتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دوننا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وأقل عثراتنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا عاما نافعا تصيب به العباد والبلاد. اللهم افتح علينا بركات السماء وأخرج لنا بركات الأرض يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم واجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا نقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا عاما نافعا رذاذا قد قطع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.